السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا حبايب قلبي. في بداية الفيديو ده لسه مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشيروه في كل حتة عشان الفترة الجاية هيجي لكم فيديوهات كتير جدا 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 نغطي كل الأحداث اللي بتحصل على الساحة الرياضية أول بأول. في أغنية كده في السعودية بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما تنامش الليل يا أبو ثلاثة يا أبو ثلاثة يا أبو ثلاثة. مش عارف أنا بغنيها صح حتى ولا بغنيها غلط. المهم هي عن أبو ثلاثة، عن اللي بيشيل ثلاثة، تمام؟ طبعا كلنا عارفين مين ابو ثلاثة. الزمالك يخسر بثلاثية من فاركو في مباراة في الجولة الأخيرة من جدول الدوري للدور الأول، ويظل في المركز الرابع مع العلم ان المقاولين لسه ليه مباراة مؤجلة. لو كسبها الزمالك يرجع خامس. عايز اقول لكم ان الزمالك حرفيا امبارح لعيبه فاركو انا كنت حاسس انها بتلعب على الواقف. والله العظيم انا ما بقلل من الزمالك، انا مش بقلل من الزمالك، بس انا بكلمك الحقيقه، بكلمك الواقع اللي شفته في الملعب. لعيبه الزمالك امبارح كانت بتلعب على الواقف. لاول مره امبارح اعرف ان فعلا الزمالك بيقف على لاعب وهو امام عاشور. امام عاشور بص امبارح على خط وسط الزمالك من غير امام عاشور مفيش خالص. وانا قلت الكلام ده لما امام عاشور مشى من الزمالك، انا قلت ان الزمالك هيفقد تقريبا 40% من قوته، لان قوه الزمالك بتتمثل في امام عاشور وزيزو وفتوح وعواد. الاربعه دول لو في يومهم خلاص، هي دي قوه الزمالك، مفيش تاني. مش هتتكلم عن مين تاني، هتتكلم عن مين؟ سيف الدين الجزيري مستواه مش ثابت، مصطفى شلبي لسه ما قدمش اوراق اعتماده، عمرو السيسي مش مستحيل عمرو السيسي يعوض طارق حامد او يعوض امام عاشور، مستحيل. نبيل عماد دونجا يعني رؤى مستواه على قده، بيلعب على قد امكانياته الراجل، فما اقدرش اتكلم عليه. طبعا الدفاع امبارح اخطاء غير عاديه من حسام عبد المجيد. محمد طارق كان لسه نازل، ما اقدرش احكم عليه من دلوقتي، ده لسه لاعب ناشئ. سيد عبد الله نيمار تذبذب في المستوى غير عادي. محمد عبد الشافي الخلوق، انا محمد عبد الشافي ده من اللعيبه الزملكاويه اللي انا بعشقهم حرفيا. ليه تحسه لاعب كده؟ والله العظيم محمد عبد الشافي انا بحبه جدا، بحبه. يعني هو بص هو بيلعب في النادي المنافس بتاعي، بس انا بحبه جدا. انا فعلا بحب جدا محمد عبد الشافي وبحترمه. ليه؟ لعيب محترم، عمره ما شتم جمهور، عمري ما سمعته عمل مشكله، عمري ما سمعته عشان اتاخر مثلا راتب او الكلام ده كله طلع عمل مشكله او الكلام ده كله، او طلع افشى سر او الكلام ده كله. زيد على ده كله انه فعلا محمد عبد الشافي بيحب نادي الزمالك جدا. فعلا محمد عبد الشافي تحسه معجون بمية الزمالك، بيحب نادي الزمالك جدا. يعني حرفيا محمد عبد الشافي من اللعيبه. يعني محمد عبد الشافي انت بتتكلم عنده دلوقتي 37 سنه تقريبا، احسن من اللعيبه كانت بتلعب عندها 25 سنه امبارح، 26 سنه و27 والكلام ده. احسن من اللعيبه في العشرينات امبارح محمد عبد الشافي حرفيا. فالزمالك يخسر من فاركو الثلاثيه نظيفه الشوط الاول. فاركو تسيد الشوط الاول بالكامل استحواذ. بص من الاخر كده كابتن طارق العشر عمل كل حاجه هو عايزها امبارح مع نادي الزمالك. وهنا عايز اسال سؤالي، هو امبارح مين كان المدير الفني؟ كان فيريرا ولا كان اسامه نبيل؟ عشان انا والمصحف دماغي عملت ايرور طول الماتش كده، كانت عماله تعمل ايرور كده طول الماتش. مين المدير الفني؟ اسامه نبيل ولا فيريرا ولا مين؟ ولا انا المدير الفني ولا مين؟ فيريرا قاعد على الدكه طول الماتش كده، واسامه نبيه هو اللي بيدي التعليمات. شويه الاقي فيريرا وقف وبيتكلم مع اسامه طب مين يعني؟ فهمونا مين اللي هو المدير الفني؟ مين؟ طب انت مشيت امام عاشور في الوقت ده من الموسم، مين البديل لامام عاشور؟ احمد بالحاج هل هو البديل لامام عاشور؟ يعني انت بتتكلم دلوقتي على وقف القيد وان اتحاد الكره متعند بقى في وقف القيد وان اللي بيحصل ده عشان وقف القيد والكلام ده كله. هل لو اتأيدوا الثلاثه دول ناصر منسي وشبانه واحمد بالحاج، هل الزمالك هيرجع لمستواه؟ مش هينفع، مش هيحصل. لان معلش مع احترامي ليك انت مش جايب ميسي وكريستيانو، انت جايب لعيبه عاديه جدا. انت مش جايب حتى لعيب يعوض امام عاشور، مش جايب لعيب يعوض امام عاشور. مش فاهم بصراحة. يعني والله مش فاهم حاجة خالص. حتى جمهور الزمالك نفسه مش فاهم، يعني حتى جمهور الزمالك نفسه مش فاهم. وهنا الفرق، هنا الفرق بين عقلية الزملكاوي وعقلية المشجع الأهلاوي. احنا لو شايفين غلط مش بنسكت عليه. تعال بص كده السنة اللي فاتت لما اللعيبة تخاذلت، بص على جمهور الأهلي عمل ايه، مسك قفشة عمل فيه ايه. بص على جمهور الأهلي مسك اللعيبة عمل فيهم ايه. لكن بص امبارح جمهور الزمالك بيشجع لحد اخر دقيقة. انا ما بقولكش ما تشجعش، ما بقولكش ما تشجعش، لا شجع، حقك انك تشجع والكلام ده كله، بس
ده الفرق بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. جمهور الاهلي مش بيسكت على الغلط، يعني مش بيسكت على الغلط، لكن جمهور الزمالك انا ما بقولكش ما تشجعش، انت شجع يا حبيبي، بس ما ينفعش تشوف الغلط قدامك وتسكت عليه، ما ينفعش. انت كده مش بتبني ناديك، وما تقوليش بدعم ومش بدعم والكلام ده كله. انت ادعم الكيان، ادعم الكيان، لكن الاخطاء ما تدعمهاش. ادعم الكيان لكن الاخطاء ما تدعمهاش. انا اهلاوي وزعلان على، يعني مش عارف اقول ايه، يعني انا برضه زعلان على المستوى اللي وصل للزمالك. يعني انت بتتكلم كانك بتتكلم عن زمالك 2005، الزمالك 2005 حرفيا. فانا مش عارف يعني، والله مش عارف الزمالك ممكن يخرج ازاي من الدوامه اللي هو فيها دي. يعني بالمستوى ده وبالاداء ده لسه كمان في بطوله افريقيا، ده هتحصل كارثه، هتحصل كارثه السنه دي. ومش عارف يعني انا بعيد تاني بكرر، من حق جمهور الزمالك انه يشجع، من حق جمهور الزمالك انه يشجع. شجع فرقتك يا عم لحد اخر دقيقه، ده حقك. بس ما تجيش كل شويه، يعني مش تشوف الغلط وتسكت عليه. اصل انت في غلط بيحصل قدامك، اتكلم على الغلط اللي بيحصل. يعني علامه استفهام كبيره، علامه استفهام على، علامه استفهام على اداء اللعيبه طبعا حرفيا. هل اللعيبه دي تليق بنادي الزمالك؟ ده سؤال مش عارف. يعني النادي الزمالك حرفيا كان فيه نجوم كبيره جدا اتصفت، يعني قاعد بتتكلم في ابو جبل، في محمود علاء، في طارق حامد، في فرجاني ساسي، في امام عاشور، في اشرف بن شرقي، في مصطفى محمد، في ونجم. انت عندك دلوقتي ما فيش انا مش شايف البدايل اللي هي تنفع. يعني هل ابراهيم انداي ده ينفع انه يلعب في نادي الزمالك؟ انا مش هتكلم كتير عشان بس ما حدش يطلع يقول لي ده انت يا عم انت مالكش دعوه خليك في فريقك. فانا فعلا هخليني في فريقي، لان انا فعلا هخليني في فريقي، ماليش دعوه بحد. المهم يعني انا عايز اقول لكم ان الشوط الاول امبارح فاركو عمل كل حاجه في الكوره، كل حاجه ممكن تتخيلها في الكوره عملها فاركو، واستحوذ على اللعب والكلام ده كله، وطلع 2-0 زي ما هو عايز. شوط تاني فاركو استقبل اللعب، ده الطبيعي، انا فايز، انا راجل فايز 2، الطبيعي ان انا هدافع وانت هتهاجم، بس ده الطبيعي وده اللي هيحصل، وده اللي حصل الشوط التاني فعلا لحد الدقيقه 90. لاعب فاركو رقص واحد واثنين وثلاثة ودخل حط جول بكل، يعني جول غريب جدا، جول غريب جدا جدا جدا. بالفوز ده فاركو بيصعد للمركز العاشر في مركز في جدول الدوري، والزمالك بيظل في المركز الرابع. وكده اقدر اقول ان الطريق اتفتحت جدا للنادي الاهلي، يعني الطريق مفتوح جدا للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله السنه دي. يعني انت لو الاهلي رجع من كاس العالم وكسب كل مباراته، انت بتتكلم هيبقى الفرق 14 نقطه ما بينه وما بين نادي الزمالك. طبعا انت بس محتاج ان فيوتشر يقف شويه، بيراميدز يقف شويه، ساعتها هتبقى انت مرتاح جدا في الدوري، وهتلعب افريقيا براحتك. يعني هتلعب مباريات افريقيا براحتك، وهتلعب باريحيه كبيره جدا مباريات افريقيا. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه، سواء في كاس العالم للانديه او في دوري ابطال افريقيا او في الدوري. استنوني الفتره الجايه، هنطلع نحلل مباريات كتير جدا مع بعض، هنحلل كل الاحداث اللي بتحصل على الساحه دي اول باول. بحبكم جدا جدا، تشتركوا في الفيديو ده وتشوفوا كل حته، بحبكم جدا جدا. السلام عليكم.